السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم النهارده في حلقة جديدة من سلسلة حلقات ازاي تعمل سمارت هوم بنفسك. النهارده جاي اتكلم عن قطعة سمارت خلتني اقدر اتابع الاستهلاك الكهرباء اللي عندي قد ايه في اليوم وفي الشهر وفي السنة، واقدر اتحكم فيه، وكمان اقدر اعرف انا دخلت في انهي شريحة. كل ده من على التليفون من غير ما اروح ابص على العداد ومن اي مكان في الدنيا. والاهم من كده ان قدرت احافظ على الاجهزة الكهربائية اللي عندي، وخصوصا في فترة تخفيف الأحمال بتاعة قطع الكهرباء وإنها ترجع تاني. عايز أقول إن القطعة دي أثارت الجدل عند ناس كتير، في ناس بتقول إن ليها فايدة ومهمة، وفي ناس تانية بتقول ملهاش أي لازمة. بس في تجربتي لا، هي ممتازة جدا وبصراحة أفادتني كتير. القطعة اللي بنتكلم عليها النهاردة في منها أشكال كتير وفي منها أنواع مختلفة. القطعة دي بيكون منها في 1 فاز و2 فاز و3 فاز حسب استخدامك. كل قطعة بيبقى ليها قدرة تحمل مختلفة عن التانية، وفي منها أنواع عادية خالص وفي أنواع سمارت زي القطعة اللي هتكلم عليها النهاردة. لكن في بعض المميزات المشتركة ما بين القطعة اللي سمارت أو القطعة اللي مش سمارت، هبدأ أتكلم عليها دلوقتي. أول وأهم ميزة إن هو بيقدر يحمي الأجهزة الكهربائية بتاعتك، وده عن طريق ان انت بتقدر باعداد مسبق تحدد امتى القطعة دي تفصل التيار الكهربائي عن البيت بتاعك. فمثلا تقدر تظبطها ان تيار الكهرباء لو جه ازيد من ال 250 فولت، القطعة دي تبدأ تفصل الكهرباء عن الشقة او عن الحمل اللي انت حاطه عليها. وبالتالي لو الاجهزة اللي عندك في البيت او الاجهزة اللي انت بتحميها بواسطة القطعة دي ممكن تتحرق عند 260 فولت 270 فولت، انت كده قدرت تحميها عن طريق القطعة دي. احنا دلوقتي في الايام اللي احنا فيها الكهرباء بتروح وتيجي كل يوم، محدش عارف، ممكن الكهرباء تيجي في لحظة تيجي زيادة خالص تعمل مشكلة تطير اجهزة كتير، وده حصلت مع ناس. وبرضو نفس الاستخدام ده تقدر تعمله في حالة ان التيار الكهربائي انخفض عن حد معين. يعني مثلا انت لو مشغل التكييف، الحاجات دي بيبقى لو بصيت عليها مكتوب عليها ان هي بتشتغل في رينج معين من شدة التيار الكهربائي. هتلاقي مكتوب عليها مثلا 180 ل 230. زادت عن كده او قلت عن كده هتبدأ تعمل مشكلة للجهاز ده. طيب امتى الكهرباء بترجع تاني؟ يعني دلوقتي القاطع لقى ان الكهرباء عدت عن الحد المسموح او قلت عن الحد المسموح، الرينج اللي انت حاطه. امتى الكهرباء بترجع؟ لو مثلا الكهرباء نزلت من مثلا من 220 ل 150، وبعد كده رجعت تاني 220، هل ترجع على طول؟ لا، القاطع بيديك القدرة على ان انت تتحكم في الوقت اللي ترجع فيه بعد استقرار الكهرباء. ممكن تبقى من 5 ثواني لغاية دقيقة او نص دقيقة، زي ما انت عايز تقدر تتحكم فيها وتحددها براحتك. وده طبعا علشان الاجهزه ما تتحرقش. تخيل ان القطع ده مش موجود والكهرباء جت من 220 نزلت على 150 وطلعت تاني على 220، الاجهزه بتاعتك ممكن تروح. ميزه تانية ان هو بيقدر يراقب الجهد اللي بتسحبه الاجهزه بتاعتك في الشقه. يعني الشقه بتسحب كام امبير. فرضا انت حاطط القطع ده على الشقه بتاعتك وعندك مثلا تكييفين، فعندك تكييف مثلا بيسحب 13 امبير وفي تكييف تاني بيسحب 15 امبير مثلا، يعني تقريبا 28 امبير. فانت تقدر تقول للقاطع ده او تبرمجه، يعني لو السحب بتاع الامبير من الشقة وصل ل 25 افصل. او على الاقل بتبقى عارف اذا كان في تكييف او تكييفين او غسالة شغالة او في حمل كتير على الشقة بتسحب كهرباء شديد، فتقدر يعني بتقدر تطلع معلومات من حتة سحب الامبير. وفي ميزة تالتة من الحاجات الجميلة جدا اللي هي مكتشف التسريب الارضي. الكهرباء بتدخل من طرف، بتلف في الجهاز الاجهزة الكهربائية بتاعتك، وبتخرج من الطرف التاني. لو فرضا حصل ماس كهربائي او في سلك ملمس، لا او لا قدر الله حد لمس سلك الكهرباء، الكهرباء نفسها بتشوف افضل طريق ايه عشان توصل بيه للارض وهتمشي منه. وبالتالي لو في شخص لمس الكهرباء هيكون هو الهدف الاول علشان الكهرباء توصل منه للارض. هنا بقى بتظهر الميزة بتاعت القاطع ده، لانه بيكتشف هيعرف ان في تسريب في الارض، وبعد كده هو يبدأ يفصل الكهرباء ويحمي الشخص اللي بيتكهرب لا قدر الله. ودي تعتبر من المميزات القوية جدا جدا جدا. لو كان معانا القاطع ده سمارت او تقدر توصله عن طريق الواي فاي مثلا، فده بيديلك مميزات تاني اكبر بكتير. اول حاجة ان انت تقدر تفتح الكهرباء او تفصل الكهرباء
عن طريق الموبايل او من اي مكان طبعا تاني. ميزة تانية انك بتقدر تعمل له جدول امتى يفتح الكهرباء وامتى يفصل الكهرباء بشكل يومي او النهاردة بس او بشكل اسبوعي على حسب ما انت عايز. فانت بتقدر تتحدد تعمل جدول امتى الكهرباء تشتغل وامتى الكهرباء تفصل. ميزة كمان انك بتقدر تتابع وتشوف استهلاكك في الساعة دي قد ايه، واستهلاكك اليومي والشهري وحتى السنوي. ميزة كمان العداد عندك شحنته مثلا ب100 جنيه او 200 جنيه ايا كان، فانت عارف انت دلوقتي بدأت في اول الشهر على الشريحة الاولى مثلا، انك بتقدر تحدد كام كيلو وات وبعدها العداد يفصل علشان الكهرباء ما تبدأش تسحب بالسالب. او ممكن تحدد مثلا ان انت الشهر ده عايز مثلا الشهر ده تصرف 300 كيلو وات فقط، فانت تقدر تدخل ان في القاطع ده اصرف لي 300 كيلو وات وبعد كده افصل، وبالتالي قدرت تتحكم في الكهرباء بتاعتك انها ما تزيدش عن حد معين. الحاجات الجميله برضو لو القطعه بتاعتك سمارت انك تقدر تدخلها على الهوم اسيستنت، تقدر تعمل اوتوميشن زي ما انت عايز وزي ما عقلك يجيب. هديلك بعض الامثله على اوتوميشن ممكن تعملها عن طريق البيانات اللي بيديها لك القاطع ده. ممكن في بدايه كل شهر تخلي الهوم اسيستنت يبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل يقول لك ابدا اشحن العداد، او في نهايه الشهر يبدا يبعت لك تهلكت كام وات في الشهر ده. ممكن كل ما تدخل في شريحه جديده الهوم اسيستنت يبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل يقول لك انت دخلت في شريحه جديده. لو في مثلا عندك بعض الاجهزه اللي بتسحب امبير كتير مثلا زي السخان، فانت تقدر تخلي الهوم اسيستنت يتابع الموضوع ده. لو الامبيرات فضلت ثابته في الرينج ده لمده مثلا 5 ساعات، في سحب كتير للكهرباء اللي عندك، في كده حاجه غلط، فتقدر تبعت نوتيفيكيشن على الموبايل او تقدر تخلي القاطع يفصل اوتوماتيك، تقدر توقف الاستهلاك الكتير للكهرباء. اوتوميشن تاني لو انت عارف مثلا انت شحنت بمبلغ قد ايه، المبلغ ده انت عارف انه هيمشيك مثلا 200 كيلو وات، فانت تقدر قبل ما ال 200 دول يجوا مثلا عند 170 كيلو وات تخلي الهوم اسيستنت يبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل برضو يقول لك خلي بالك انت محتاج تشحن الكهرباء. غير ان ممكن في اوتوميشن تاني هي ما جاتش على بالي ممكن تيجي على بالك انت تعملها وهتفيدك بشكل عملي في ان انت تقدر تتحكم في البيت بتاعك بطريقة سمارت. دي كانت خلاصة مراجعتي الشخصية وتجربتي مع السيركت بريكر، هو شغال بشركة تويا. دول المميزات اللي انا شفتهم في القاطع ده. لو عندكم اي اسئلة اكتبوها تحت في الكومنتات وهرد عليها في الحلقة الجاية. اتمنى في نهاية الحلقة انكم تكونوا استفدتوا وطلعتوا بمعلومة جديدة. سلام.